السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كوكين ويز شيماء. جبت لكم وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى منه ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم غنحضر معكم واحد الكلاص ديال البسكويت، صراحه ساهل ما فيش مكونات بزاف واقتصادي وكيوجد بسرعه. كنتمنى من الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخلي واحد التعليق وواحد لايك للتشجيع فقط. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا خديت واحد المول اللي كيهز 20 حبه، غلفته من التحت بالسلوفان وبديت كنست فيه دوك البسكوي اللي عندي. يعني الطبقه لتحت درت فيها 20 حبه ديال البسكوي. يمكن لكم تختاروا اي نوع ديال البسكوي، مهم ما يكونش دائري. صافي غنوضعوا الاطار جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الاولى. عندي هنا لاموس ديال الفاني او لا كلاص ديال الفاني على حسب شنو متوفر عندكم. انا فكانت عندي هاد لاموس، انا ديما كنوضعهم في المجمد قبل. كيف ما كتشوفوا شوفوا كيفاش جامده. من بعد غنضيف عليها واحد الكاس ونصف ديال الحليب اللي كيكون حتى هو بارد مزيان. غادي نطلعهم بالطراب الكهربائي كيف ما هو موضح في الفيديو. صافي كنطرب مزيان، كنبقى على نفس الحال حتى كطلع لي ديك لاموس او لا الكلاص، المهم قلت لكم اللي متوفر عندكم. كيضاعف لي الحجم ديالو، كطلع لي بحال هكا. صافي غادي نجيب دابا الاطار ديالي. هانتوما شوفوا كيفاش طالعه، كتجي كريميه. صافي غادي نخوي داك الخليط على داك البسكوي. صراحه الفيديو راني حاولت نخليه بالمراحل كاملين ديالو باش يكون واضح ويكون مفهوم. صافي غادي نقاد ديك الطبقه ديال لاموس ديال الفاني او لا كلاص ديال الفاني بواحد سباتول او لا معلقه او لا واحد او لا بهاد الاداه اللي كنقادو بها الحلويات. فإلا ما كانتش متوفره معلقه كافيه، غير كنحاولوا نبسطوها باش كتجينا ديك الطبقه مقاده وصافي. بعد ما قديتها غادي نوضعها جانبا، وغادي ندوز في نفس الاناء غادي نوجد الطبقه الثانيه ديال الكلاص بالشوكولا. ها هو الكلاص حتى هو وضعته في المجمد من قبل حتى برد ليا مزيان، وغادي نضيف ليه كاس ونصف ديال الحليب. القياس ديال الكاس راه بالعنبه، يعني داك نصف لتر كنقسمو على جوج، 250 غرام في 250 غرام. صافي غادي نبدا نطرب، كنطربو حتى هو مزيان. الفرق ما بين الكلاص والموس بزاف الناس كيسولوا، الموس كتكون عاقده شويه، الكلاص لا، الكلاص يعني واخا كطربيه ما كيتقالش بزاف، كيكون خفيف. هذا هو الفرق اللي بين لاموس وبين الكلاص. شوفوا ها هو الكلاص بينو ما طلع، شفتوا القوام ديالو كيفاش داير، ماشي بحال ديك لاموس كانت شويه شاده في راسها وشويه عاقده. الكلاص لا، الكلاص كيجي شويه جاري او لا خفيف. خديت واحد البوش، من الاحسن ديروا بوش باش تجيكم ديك الطبقه مقاده وكتسهل عليكم المأموريه، احسن من انكم غادي توضعوه بمعلقه ولا باي اداه. فلا بوش براتيك اكثر وكتسهل المأموريه، وكيجيو دوك الطبقات مقادين وكيف ما غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو.
صافي كنبدا هكا كنقاد بعدا الجوانب، من بعد كنبدا نعمر في الوسط بحال شكل اللي كنقادو شي طورطه. داكشي علاش قلت لكم داكشي كيف ما قلت لكم البوش كيسهل علينا المأموريه كيف ما كنقولوا. وصراحه ما كناخذوش بزاف د الوقت ودغيا دغيا كتجي تكون الطبقه مقاده في الاصل، حنا غير كنملسوها وصافي. هانتوما كيف غتشوفوا فرا ما خداتش بزاف ديال الوقت بحال الطبقه الاولى فاش قديتها غير هكا بسباتول وبالاخر فخدات ليا الوقت. فاش كنستعملوا لابوش كتجي الطبقه اصلا مقاده. صافي من بعد ما سالينا غادي نوضعوا الطبقه الثانيه ديال البسكويت. صراحه اي نوع متوفر عندكم واي نوع كيعجبكم كيجيكم لذيذ يمكن لكم تستعملوه. انا هذا هو البسكويت المفضل عندي فراني استعملته. صافي غنستمر على نفس العمليه حتى غنسالي الطبقه كامله اللي عندي. ها هو الشكل ديالو، شوفوا كيفاش كيجي. صافي غادي ندوز باش نغطيها مزيان بالسلوفان على حسب الريحه اللي كتكون في الثلاجه يعني في المجمد. فغادي نغطيها مزيان بالسلوفان وغادي نخليها ليله كامله. فمن الاحسن تخليوها ليله كامله باش كتشد في راسها وكيندمجوا دوك المكونات مع بعضياتهم. صافي هنا الغد ليه فقط دزت باش نحيدها، كانت الطبقه جامده. شوفوا الكلاص ديالي كان واجد فحيدت له السلوفان من الجهتين بجوج وهكا هبطته بالمقلوب باش ما تهبطش لي ديك الطبقه الكحله على البيضه. صافي شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. دابا غادي ندوز باش نقسمو. يمكن لكم تخليوه هكا في المجمد مجموع، والوقت اللي تبغيو يبغيو وليداتكم ولا هكا فيمكن لكم تقطعوا لهم وحيده وتعطيو، اولا يمكن لكم تغطسوه في الشوكولاته تقطعوه هكا وتخليوه يعني بحال هكايا طبيعي، ويمكن لكم تغطسوه في الشوكولاته. فانا غادي نخليه غير بحال هكا. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجيو دوك الطبقات كيفاش كيجيو رائعين ومقادين بحال اللي كتشريو من الزنقه. هذا يعني كتكونوا مقادينو لوليداتكم على يديكم عارفين شنو فيه وكيجي لذيذ. كتصايبوا بالبسكوي اللي نتوما باغيين وكيطيح اقتصادي على اللي كنشريو في الزنقه. فاللي في الزنقه راه شويه زايد في الثمن. صافي غادي نستمر نفس العمليه، وفاش كنقطعوا كنمسحوا الموس ديالنا باش ما كيتخلطوش لينا دوك الطبقات. كتبقى الطبقه البيضاء بيضاء والطبقه ديال الشكلاط كتبقى في اللون ديالها. صراحه كنتمنى انكم تجربوه فراه كيجي رائع. انا كيعجبني الفاني والشكلاط داكشي علاش استعملته. فيمكن لكم تستعملوا الفاني والفخاز، يمكن لكم تستعملوا الفاني والبيستاج، يعني النكهات كيبقاو على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالي. فنقول لكم بسلامه ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.